السلام عليكم واهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. وقلت كده بمناسبه اخر السنه نعمل فيديو خفيف كده ما يبقاش فيه اي حاجه جد خالص، احط بعض المواقف المضحكه اللي حصلت اثناء التصوير. يعني جمعت 3 4 مواقف كده مش كتير يعني، بس قلت احطهم لكم كايه حاجه خفيفه في نهايه السنه، وان شاء الله تبقى سنه جميله وسعيده علينا وعليكم وعلى الناس كلها يا رب. وان شاء الله ربنا يوفقكم ويوفقنا السنه الجايه وتبقى سنه جميله باذن الله. قلت برضه اقول معلومات سريعه جدا 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 عن نفسي كده، عشان برضه ايه نعرف الناس شويه. انا اصلا من اسكندريه، عايش في اسكندريه، ولما باجي اصور انا بنزل اصور في نادي سبورتنج، يعني نادي سبورتنج الرياضي ده في اسكندريه. انا دلوقتي جوه الملاعب بتاعه نادي سبورتنج بصور فيها. بحب المكان ده عشان مكان طبيعه ومنظر جميل وكده، وفي نفس الوقت يعني في اغلب الوقت بيبقى فاضي، يعني اغلبيه الاوقات بيبقى فاضي، فبيبقى حلو ومريح للتصوير يعني. انا اصلا شغلي الاساسي علم نفس، برغم ان انا اصلا خريج هندسه، يعني حاجات مالهاش علاقه ببعض كتير انا عارف، لكن هي جت كده من عند ربنا، يعني جت بتوفيق ربنا كده يعني. فانا كنت اصلا في علم النفس بكتب مقالات زمان بقى، من ايام ما كان اصلا لسه ما فيش سوشيال ميديا، يعني كان لسه الفيسبوك ده يعتبر جديد بقى 2008 وكده. من قبل الفيسبوك كمان ما يتعمل، اعتقد من 2006 كنت بكتب كمان. فالناس كانت بتقراها، فكان عندي الحمد لله متابعين كتار، بس بقى كان على الموقع. يعني كان بقى زمان الدنيا مختلفه، ما كانش فيه بقى انستجرام ولا فيسبوك ولا يعني كان في يوتيوب، بس انا طبعا ما كنتش بستخدمه ساعتها الصراحه. كان حتى هو لسه مش يعني مش الناس بتستخدمه بالكثافه اللي بيستخدموه بيها دلوقتي. خلاص عشان ما اطولش عليكم، يعني كنت ببيع بقى كتب علم نفس وكورسات وحاجات ليها علاقه بالتنميه البشريه، وده شغلي اصلا الاساسي. يعني موضوع البورصه ده يعتبر حاجه جانبيه كده ما بقالهاش سنتين، لكن قصدي موضوع قناه البورصه هي اللي بقالها سنتين، لكن موضوع ان انا اصلا في البورصه، انا في البورصه انتوا عارفين من 2004 ولا 2005 مش فاكر، من زمان جدا، طول عمري يعني مستثمر في البورصه. كان فيديوهات بقى بورصه والكلام ده كله بدا من سنتين كده. هحط لكم برده لينك قناه علم النفس، هي لسه عاملها جديد. انا زي ما قلت لكم انا كنت شغال على اليوتيوب زمان، عشان كده هتلاقوا قناه علم النفس لسه جديده ما فيهاش متابعين كتير، لكن هتلاقوا فيها فيديوهات كتيره جدا، لان انا باخد المقالات اللي عملتها في علم النفس اللي كنت كاتبها المكتوبه، وبحولها فيديوهات دلوقتي في المرحله دي. هتلاقوا فيديوهات كتير جدا، ممكن تلاقوا اكتر من 100 فيديو على فكره يعني، وهتلاقوني بحط كل يوم 2 3 فيديوز، يمكن بقى اكتر بكتير كمان من قناه البورصه. فاللي برده عايز يشوف كده ويتفرج يخش، هحط لكم اللينك في اول كومنت، ونشوف تشوفوا الدنيا فيها ايه لو تحبوا يعني. يلا مش هطول عليكم، كم موقف سريع مضحك كده حصل اثناء التصوير. ممكن تضحي بشويه سويتشات عشان شويه سويتشات. ممكن تضحي بشويه سويتشات علشان ممكن تضحي بشويه سويتشات علشان ممكن تضحي بشويه حاجات علشان شويه حاجات. فدايما الشخص بيفترض على فدايما فدايما الشخص بيفترض ان ففي احيان كتير الشخص بيتصرف على ان الناس اللي ففي احيان كتير الشخص. كفايه بقى هوا يا عم. يعني ده بس نهايه الفيديو كده، اتمنى لكم سنه جميله وسعيده ان شاء الله. اللي عايز يتواصل معايا الفيسبوك بتاعي حاطه في اول كومنت كالعاده. بالتوفيق يا جماعه، وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.